طز في كل حاجه. يا ريت قبل ما نبدا الفيديو ده عاوزين نصفي النيه قبل ما نتكلم، علشان بس يعني ما نشيلش من بعضينا كده. بس هي الجمله كده، اسمع للاخر واعرف الحكايه وبعدين احكم، عشان تعرف اذا كنت انا مثلا بقول حاجه ولا ما اقصدش حاجه. خد دي الكلمه اصلها اللي شائعه بينا، اللي دايما بنقولها، نقول لك طز فيك. سألت نفسك يعني اشمعنى طز فيك؟ ليه مش اي حاجه تاني؟ طبعا احنا بناخدها بدلاله عدم الاستهانه بالكلام. قول اللي انت عايز تقوله وانا اقول لك في الاخر خالص طز او طز فيك. يعني انت مش في بالي اي حاجه. الواحده تمسك ابنها بقى كده من اول الصبح تقعد توصي فيه ومش عارف تعيد وتزيد، وهو ومن جواه بيقول نفس الكلمه. يجي بقى المدرس يمسك العيل بيشرح اليوم كله ومن جواه برضه بيقول نفس الكلمه، مديرك يقول نفس الكلمه، انت تقول نفس الكلمه لمديرك، لكن المحصله ان ولا فارق معانا. بس اصل الكلمه ملهاش علاقه ابدا بالنيه اللي هي علشان انا قلت لك صف النيه. اعرف ده الحكايه يا سيدي. كلمه طز هي كلمه تركيه معناها الملح. ايه الحكايه وليه احنا بقى بنستهين بيها؟ لان كان الاتراك ايام حكمهم لمصر كانوا بيفرضوا الضرائب على كل حاجة الناس بتتاجر فيها. لو سوق مثلا زي سوق العبور كده، فيدخل الواحد بتاع الفاكهة يدفع الضريبة ويدخل يبيع فيه. مواد غذائية مش عارف يبيع فيها، ألبان يبيع ولكن بيدفع الضريبة، ما عدا تجار الملح. فيدخل كده السلام عليكم للحارس بتاع سوق، يقول له معاك ايه؟ يقول له معايا طز. يقول له ادخل. فيروح بلغ بقى المشرف بتاعه، فيقول له ده الرئيس ده معاه طز. فيدخل. طبعا هو بيدخل السوق ينادى على البضاعه بتاعته، ومعانا طز الناعم وطز الخشن ومش عارف. دلوقتي حتى انت بتسمع احيانا بتباع مش عارف، يقول لك 10 اكياس بكام. يعني تخيل لو هو قال انا معايا 10 اكياس طز مش عارف ب 10 جنيه، مش هتشتري حتى لو البضاعه رخيصه، صح؟ ده اصل كلمه طز. فهي ملهاش علاقة باللي احنا بنقوله. طبعا يعني هرجع تاني لكلمة جودنا من عندنا، وتلاقي البوستات طالعة يعني واحد بيحب واحدة ولا واحدة بتحب واحد وفركشوا الاتنين مع بعض، تروح من خلاله بقى على الستوري بتاع الواتس طز، يعني قالت كل الكلام. وتجود تاني من عندها وتقول طز للي هم خرجوا من حياتي وطز للي دخلوا حياتي. طب انت عايز ايه يعني؟ ملكيش ملكه؟ فهي مش طز في المطلق كده وفي العموم، لا ده كلمه لها معنى. وبعدين طز يعني العيش والملح، ما هو الملح ده طز كلمه تركيه يعني الملح. طبعا في اشعار واغاني ومهرجانات طلعت، وطز فيك يا اللي ما شلتش همي، ويوم ما احتاج مش عارف عايزك جنبي ما لقيتكش، وحاجات كتير كده. وبعدين ممكن تلاقي واحد عميق يدخل بالكلمة يقول لك لست أكرهك ولكن هنيئا لغير بك، أما أنت فطز فيك. طبعا الكلمة اكتشفنا ان هي ليها مدلول ومعنى، صح؟ صح. مش انا بقول لك كل ما هو حصري عندنا بس في حكاوي مصري، وحياة الطز والملح والعيش والملح محد يزعل مني، هي اصل الكلمة كده. يلا في امان الله.